الجيش بيقولك اتصرف، والحمد لله احنا اتصرفنا. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق اجمعين. النهاردة معاكم اجمد فيديو عملناه الصراحة. الانبوبة عملتها فينا وشطبت، يا خراش يا ولاد، امال هنعمل ايه؟ والجماعة كانوا رايحين يصلوا الجمعة، والاكل النار اتطفت عليه. قعدنا نفكر. كان جنبنا شقة بقى لسه محدش سكن فيها. الجيش قالك اتصرف، والحمد لله اتصرفنا وعملنا احلى كانون. حطينا عليه الاكل بتاعنا بقى وشمينا روايح زمان وجمال زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي الفيديو بتاعنا بقى. الفراخ دي كنا هنشويها. احنا كنا حاطينها اصلا في الفريزر، جايبينها من الفريزر متبله. بنعملها تتبيله سريعه كده، تبقى طالعه لاي وقت جاهز شاربه التتبيله بتاعتها. بس جددنا لها التتبيله تاني لان كنا زودنا عدد فراخ وسيبناها تشرب التتبيله بتاعتها. ده بقى فرمنا بصلتين حلوين كده اولاد ناس، بعدين ما تصوروش تفاصيل. تغذيه حلوه للقرنين الفلفل والكوسه دي، حاجه على السريع كده يعني. بنلم اللي في التلاجة عشان كانت الدنيا زحمه الصراحه، كنا جايبين طلبات كتير فكنا بنخفض يعني. عملناه معاه مش هتقول لا. محشي مشكل كوسه وفلفل. قامت بقى الانبوبه هنعملها معانا. عملنا بقى الكانون، هو لسه هيتظبط يعني بس انا حبيت اصور لكم في بدايه اعمال الكانون يا جماعه، اول مره في حياتي اعمله. وزودناه، كنا عاملين 2 عين. لا مش كل حاجه استوت بقى وبدانا الشوي. شوي الفراخ حطينا على السطح كده، المكان ده اللي كان مناسب. طب حط الورق يا محمد تولع شويه يحرك الفحم، وبعدين هو يسرب بعض. هو دقة حرام. بس كانت تحفه ما شاء الله لان كانت متبله قبلها، واحنا كمان سويناها وحطينا عليها شويه تتبيله برضو اللي هي بقى عندك طماطم او صلصه، كاتشب، ليمون، عسل، توم، دقه توم، شبت وكزبره، قرن شطه اخضر. كل ده بنقوم مقلبينه في طبق واحد كده ودهنين به الفراخ. حاجه تانية بقى في طعم تاني خالص ومكان تاني خالص. الصراحه كانت ريحتها قلب الدنيا. عملنا اول دفعه اهو، وحته فحمايه بقى كانت على النار، حطيناها كده وزيت يا معلم واقلب. فراخ ما شاء الله ما شاء الله على الريحه اللي كانت طالعه. انا عامه ما بحبش الفراخ الا تقولي بقى فحماه في تقومي مسوياها في التتبيله ممكن بقى على بقي زيت عادي ماشي اصلا. انا كنت ناشفه بختصر كده ولا شوربه ولا بتاع، تتبيله البصل بتاعتها والحاجات البهارات بتاعتها دي بس، وتقوم حطها على الفحم تاخد الشوي، وحته الفحمايه بالزيت دي تقومي كمراها كده. كموري يلا على طول. موري بيه خلاص يا خلاص. شوفي حتى لساعدكم يا طارق. دي الفراخ احنا كنا مغطينا كمان بجردل على فكره، كان نضيف يعني. دي ادوات بقى يا جماعه المصيفين. وطلعنا اتغدينا على السطح، جو تاني خالص. العيال ما شاء الله كانت مبسوطه جدا بالجو ده، واحنا كبار برضو كنا مبسوطين لانه تغيير. وكان السطح بقى مساعدنا كده. هتاكل كاكا؟ فين الكاكا؟ يح يلا الفيديو ده خلينا نعمل لايكات. وابتدينا الغرف يا جماعة ما شاء الله الله أكبر. العدد كان كبير، يعني واحد حاسس ان هو في حنة كده قاعد يغرف ويحط. على ما خلصنا غريف كان بقيت الطقم ابتدى أكل. ملحقتش أصور الصراحة. عارفين ساعة بقى ما المعدة بتجوع ما بتشوفش قدامها. وده الفلفل ما علينا مش شوية الرز اللي كانوا عليه، بس هو كان ما شاء الله تحفة، كان طعمه جميل. والرز الاصفر ده برضو عملناه جنب الفراخ، والسلطه ومخلين وشربنا كاكولا بقى، وظبطنا الجمجمه كده وقمنا طالعين على المغربيه كده بقى على البحر.
يا نتمشى شوية ونقعد على الكورنيش، يا العيال بتقوم لعب، يا لعب، يا تأجير عجل، بيروحوا يأجروا عجل بقى ويلعبوا. المهم انتوا نسيتوني، مفيش كده لايك ومتابعة وشير وتفعيل الجرس كده، ولا كومنت جميل منكم ولا ايه؟ اي حاجة كده تشجيع. لو عجبكم الفيديو بتاعنا بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وجميل بيكم ان شاء الله، عشان قناتنا تكبر بيكم كده وبدعمكم لنا. اعتبروها قناتكم يا جماعة. ايه رايكم بقى في الفراخ دي؟ ما شاء الله ما شاء الله، شكلها تحفة، يمكن الكاميرا ظلماه كمان. وادي كمان صورة الكانون بتاعنا 2 يا جماعة. لو حد عايز يعمل كانون يطلبنا او يجيلنا على قناة يوميات نونا، واحنا ان شاء الله نعمل له احلى كانون. سلام.